بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد سبحانه بالخلق والأمر، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل في كتابه العزيز آيات بينات لأولي الفهم والفكر، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله أكرمه الله تعالى بما لم يحظ به أي مخلوق سواه، فرفعه إلى فوق سدرة المنتهى وعلاه، وقربه إليه نجيا وأدناه، وأتحفه بأزكى هدية منه لعباده السعداء، ألا هي عبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج. اختار الله صفيه المصطفى لعباده نبراسا، ولحياتهم دليلا ومقياسا ومقباسا، فإن خالفوه ضلوا وتاهوا وعموا يوم الحشر، وإن أطاعوه أفلحوا في كل شأن من شؤونهم وأمر. فالصلاة والسلام على نبينا الكريم، والتحية والإكرام لكل من اتبع هداه من صحابته ومن المؤمنين في كل مصر وعصر. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، ومن المثنين عليها، ومن القابلين لها، ومن القائمين بها، ونسأله تعالى الإخلاص والتوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. عباد الله المكرمين، ها أن الزمان قد استدار، وها أن العام قد دار، وها أن رمضان قد آب من بعد سفر طال علينا، ولكننا راضون بأمر الله تعالى في خلقه، كما أننا راضون بأمره سبحانه وتعالى في أمره، في شأنه في أمره، والحمد لله رب العالمين. ولذلك لا نقول كما قال الجاهلون: لو كان رمضان لو علمت الأمة ما في رمضان، يعني من الخير، لتمنت أن يكون رمضان العام كله. فهذا من الجهل البواح بأحكام الشريعة وأسرارها ومراد الله تعالى وحكمته وسنة سيد المرسلين. فإننا معاشر المؤمنين، إن شأن المؤمن الواعي التقي المطيع أن يقبل أمر الله تعالى، طال أم قصر، صعب أم تيسر، فكل ذلك بأمر الله تعالى مقبول، وإنا بما كتب الله لنا راضون، والحمد لله رب العالمين ولو كره الجاهلون. ها أننا ليلة غرة رمضان، اليوم 30 من شهر شعبان الكريم، ونستقبل غدا بإذن الله تعالى كالأمة الإسلامية وكالعالمين نكون في شهر رمضان من عام 47 و400 وألف هجرية. نسأل الله تعالى الموافق ل19 من شهر فبراير 2026 ميلادية. سنبدأ بشيء جاءني وأنا في الطريق وأنا داخل المسجد. قال لي أحد الأفاضل: ريت كيفاش كلاونا في نهار. فقلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تقول يا أخي؟ قال: كيفاش نشوف الهلال؟ قلت له: وماذا في ذلك؟ قال: كيفاش يا هاو الهلال ظهر. قلت له: تشوفش البدر غدوة رمضان أو رمضان؟ ايش معناه هذا؟ قال لي: كيفاش؟ قلت له: شنو رايك انت؟ معناها النهار هذا باش تقضيه ولا لا؟ فتسأل. قلت له: فقهيا ستقضي هذا اليوم ولا لا؟ قال لي: ما نعرفش. قلت له: ما تعرفش؟ ما لا تبع المذهب والفتوى والجماعة متاع بلادك ومتاع مفاتيك ومتاع مجلس الإفتاء ومتاع الناس ومتاع الرصد الجوي ومتاع العلماء والفقهاء والناس كلها غالطين، تخلي هذا الكل على جنب وتنظر من غادي اش قالوا هكذا غادي في البلاد الاخرى. ما ندخلش معاك في اختلاف المطالع وفي الحساب الفلكي وفي الاقتران وفي الرؤية، ما معنى هل هي رؤية بالعين أم رؤية بما يفيد العلم، هذا الكل خليه اطمئن يا أخي. اليوم تمام 30 شعبان،
معناها إن شاء الله نهار العيد باش تعيد وحدك، تكبر وحدك وتهلل وحدك وتحل الجامع وحدك، لا. المهم تآلف المسلمين. تذكروا في درس البارح المسامرة، قلت لكم راوا الناس إذا كان المسلم تقي ربي يجازينا ويجزيه خير يدخل ويلقى الإمام على المنبر ويحب يصلي ركعتين تحية المسجد. حكينا في الموضوع هذا ونحن نشرح صحيح البخاري. قلت له طيب له مستنده، يستند إلى حديث صحيح ويستند إلى فقه ويستند إلى مذهب وإلى من قال ذلك من أهل العلم كثيرون. واللي قال إن الإمام إذا كان على المنبر، أي منبر معناه جوامع المسلمين، ودخل الإنسان والإمام على المنبر فإنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد. طيب باش نعملوا حديث نقياس بديناها بالقوة هذه على خاطر كل عام فما بلبلة وفتنة، بلبلة وتعدد المصادر، وفما أكثر الناس ما همش فاهمين، لهم عارفين الفلك. أنا باتصال مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، فهمت؟ SDA سوسيتي تونسيان جمعية علمية قايمين عليها علماء، وبطبيعة الحال مع الهيئات الرسمية الأخرى كالمعهد الوطني للرصد الجوي، كدار الإفتاء، كغيرها. كهو حكم الحاكم يرفع الخلاف، نعرفوها القاعدة هذه ولا لا؟ إذا عندي رأي وعندك رأي وفما مذهب يجي ولي الأمر ويقول اخترنا الموضوع الفلاني، فما خيارات أو 3 أو 10، شنو باش نقعدوا نتفرقوا الأمة؟ قال هناك خيار، أي نتوحدوا، ما هو جايز في الشرع ولا لا كما قول، أي نتوحدوا على رأي معين، ما كانش كل حد يمشي في سبيل وتفترق المسلمين وتتنازع قلوبهم واللي عارفوا معروف. حكم الحاكم يرفع الخلاف. جاء زوز من الناس القاضي قالوا له أنا عندي كذا وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا، نظر ودرس ثم أصدر حكمه. نجم يقول له لا ما يساعدنيش، جيت نشاور برا، فوضى تولي، ما عادش بلاد، ما عادش أمة. فحينئذ الذي يصلي عنده مستند من صحيح مسلم وغيره، فاهمين؟ ولذلك يقولوا لا يصح أو لا يكون النكير في مواضع الاجتهاد أو في مواضع الاختلاف. فإذا كان كل حد عنده مستند ما يجيش واحد تشده وتقرعه تقول له أنا مصلي وأنت مصلي وباش نقول لك راه صلاتك باطل، ما يجيش في حين عنده مستند. أما إذا كان ولي الأمر ديني وسياسي معنى ممثل الأمة يتجه إلى اتجاه معين لغرض التآلف ولغرض وحدة الصف ولغرض مش الناس جالسة واحد واقف الناس واقفة والناس الآخر جالس، الناس مازالت ما قامتش الصلاة وهما يقفوا للإمام ولا المؤذن ولا المدرس ولا حاجة معناها كأنه ضغط وغير ذلك. فهذا ليس من آداب التآلف والتعاون مع الناس كل مسلمين، لكن فما أسلوب. على كل حال مختصر الحديث، إذا كانت صلاة تحية المسجد ما سنة بلكش فرض، هيقولوا لي فرض ترى خاطر جاء في الحديث فرض، ما يعرفش الأحكام التكليفية ال5، ما يعرفش الأحكام الوضعية، إذن هي سنة. والإنصات إلى الإمام شنو؟ فرض ولا سنة؟ مثالش نكمل حديثي مع صاحبي وبعد نخلط على بقية الخطبة، هي فرض. وأنت وازن يا أخي المسلم، وازن بين ما هو مستحب ومندوب ومسنون وبين ما هو فرض وبين ما هو حقك الشخصي وبين ما هو حق الجماعة في التيار. هي الملائكة إذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف متاع شكون جالوه والثاني وقيدوا في الثواب وجلسوا يستمعون الذكر. هذا مثال تو كيف مثال الصيام. قلت له يا أخي الكريم أنا مش تقضي أعطيني ترى ما واحد قلت له كثرت هم قالوا هم درجنية هم الآخرين صايمين هم كذا، إيه ظهر الهلال شنو المشكلة؟ نرجع القهقراء وربي قال لنا ولا تبطلوا أعمالكم، أعطانا سبيل ما مثلا في الصيام أو في غيره أو في أثبات الأنساب أو ما شئت من الأمور الشرعية، وقال لنا تبعوه. وصلتوا شفتوا الهلال فبها، ما ريتوش الهلال وما علينا وكذا وكذا. أكملوا العدة 30. ديننا مطمئنين في قلبنا ولا لا؟ ديننا صحيح ولا لا؟ فقهنا صحيح ولا لا؟ عبادتنا صحيح ولا لا؟
كيفاش واحد هو يصلي وهو قلبه ياكل فيه، وهو يخزر على اليمين وعلى اليسار، هذوكم انا صايم وهم فاطرين، وانا فاطر وهم صايمين. هذه امه. وبعد ناخذ فرق صف في الصلاه ونهنيوا بعضنا. نسال الله العفو والعافيه. هذه ليله مباركه، ليله فرح وليله اقبال واستقبال شهر رمضان. نقرأ بعض الآيات إن شاء الله، كان كتب ربي من بعض الأحاديث النبوية في فضل صيام شهر رمضان باختصار، ثم إذا بقى الوقت نذكر ببعض الأحكام الفقهية إن شاء الله، مع اجتماع الشمل يكون حول النية، حول كذا، حول بعض المفطرات، حول بعض الأمراض وغير ذلك. في كتاب الصوم من صحيح البخاري والأحاديث مروية كذلك في غيره، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام إذن شأن الأنبياء، فماش نبي لم يأمر بالصيام، كما فماش نبي لم يأمر بالصلاة، فماش نبي لم يأمر بتوحيد الله، لم يأمر بالزكاة، لم يأمر بالبر، لم يأمر بالصدق. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله، سيدنا طلحة الخير أحد العشرة المبشرين، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نزل كهبط مصفر، اش وقت حتى باش يمتشط وباش يهيئ وكذا، ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. جاي يسأل على دين، ويا رسول الله قل لي باش نتعلم شنو هو الشيء المفروض علي من الصلوات، سمعت ثم صلاة، قل لي شنو هي الصلاة المفروضة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. المفروض هي الصلوات الخمس، إلا يعني نجم تزيد نوافل تطوعات، وذاك الصلوات المفروضة، ثم الفرض ثم النافلة. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، فرض عليك شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، صيام النافلة. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. لما تعلم الراجل وعرف الفرائض والنوافل قال: والذي أكرمك، احلف بالله عز وجل، أكرمك بالنبوة يا حبيب الله، والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال: وعرفت الفرائض، عرفت النوافل، كملوا الحديث، عرفت الفرائض، أنا الفرائض نقوم بها، فعرفنا أن الصيام فريضة، والنوافل تخلى عليها. ايش يقول عاد ساهل واحد معناها، مو النوافل جوابر هي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. فالإنسان يقوم بالفرائض كما ينبغي كما ينبغي كما ينبغي يدخل الجنة، والإنسان المقصر يكون محتاج إلى النوافل. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا فرائضنا ونوافلنا، وأن يجبر خواطرنا ونقائصنا، والحمد لله رب العالمين. ونعود بعد الأذان إن شاء الله.